ألف مبروك، ألف مبروك للشعب السوري. الأفراح إن شاء الله رب العالمين بيجمع أيامنا كلها أفراح. الأفراح كل ما عم تهلهل يوم بعد يوم باجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. تم الاتفاق، طبعا كان الاجتماع بأعلى المستويات، يضم رؤساء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورؤساء هيئة الاستخبارات الأمنية، طبعا بما يخص سجون داعش في منطقة أبو الهول في شمال شرق سوريا. تم سحب هذه السجون وتسليمها إلى السلطة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. هذه الأخبار يعني تفرح ملايين أو تفرح جميع الشعب السوري الذي سار ضد نظام بشار الأسد، والذي سار أيضا ضد هؤلاء الميليشيات الذي بشار الأسد كان الداعم الأول والأخير، أو عفوا ليس الأخير، بوجود إيران وبعض الميليشيات، أعني هنا بميليشيات قسد والأكراد الانفصاليين. من اليوم فصاعدا وبعد الاجتماع التركي السوري، انتباه، بعد الاجتماع التركي السوري تم سحب البساط من تحت جماعات سوريا الذين يدعون بالديمقراطية وهم أساسا ليسوا بديمقراطيين. هنا حزب العمال الكردستاني وقصد بما يسمى مظلوم عبدي وإلهام أحمد، الذي رفضوا رفضا تاما برفع العقوبات عن الشعب السوري، والذين طالبوا أيضا بالتدخل الفرنسي ودولة الاحتلال، والذين طالبوا بعدم رفع العقوبات جميعا عن الشعب السوري. هنا طبعا هي الرسالة أنا بحب وجه هي رسالة خاصة لأهلي وإخواني وشعبي الشعب السوري الحر. الأفراح تتوالى يوما بعد يوم بعدما أعلن رئيس ترامب برفع العقوبات، ومن ثم تلاه الاتحاد الأوروبي أيضا برفع جميع كافة العقوبات وبتسيير رحلات الطيران من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى دمشق. هذه رفع العقوبات تنعش الاقتصاد السوري والبنية التحتية وتنعش الشعب السوري أيضا، ومن ثم ذكرت رفع العقوبات الأمريكية ومن ثم الأوروبية ومن ثم الاجتماع التركي السوري بهؤلاء. ونتمنى أن تعود لسوريا الفرحة الكبرى بإعادة الإعمار وإعادة الاستثمار وإعادة البناء وإعادة اللحمة الوطنية الشعبية الذي نحن دائما طالبنا ونريدها، ولا نريد لا سفك الدماء ولا القتل، ولا نريد أيضا، انتباه هنا، لا نريد أيضا بأي بأي حرب أهلية طائفية لا قدر الله أن تشعل الأخضر واليابس، ليس فقط بسوريا، أنا أحذر، ليس فقط بسوريا وإنما بجميع منطقة الشرق الأوسط. ولكن نحمد الله على هذه الأخبار الناضجة والأخبار العاجلة التي تتوالى تباعا، بحيث المبدأ بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي وافقوا لتسليم جميع هذه المناطق إلى السلطة الشرعية في دمشق. فهذا يعني سوريا الحديثة سوف نبنيها معا وإلى الأمام خطوة في خطوة. وأكرر وأعيد بتحياتي وألف مبروك للشعب السوري. إن شاء الله عقبال تنفيذ، أتوقع خلال اليومين القادمين، باستلام هذه السجون وتسليم جميع المناطق الذي غيروا جماعات قسد، غيروا المناطق الديموغرافية من أسامي عربية إلى أسامي كردية. طبعا نحن لا نريدها. هذه سوف يعيد برمجة هذه المناطق، إن كان بالمناطق الشعبية أو الأحياء المدنية أو بجميع المناطق شمال شرق سوريا، طبعا اللي هي 4 محافظات المغتصبة والمحتلة
من هؤلاء الجماعات الإرهابية، أعني الحسكة ودير الزور والرقة والقامشلي. أما بالنسبة ما يخص بموضوع جنوب سوريا، منطقة السويداء، محافظة السويداء ومحافظة الساحل باللاذقية وطرطوس، طبعا هذا يخص لهم فيديو على أو مقطع خاص، سوف نشرح إن شاء الله ماذا يدور وآخر الأخبار. بالتالي لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاشتراك بالقناة وزر الإعجاب، فضلا طبعا وليس أمرا، ولكم جزيل الشكر. تحياتي.